يلا بينا يا شباب جريد 6 نبدا مع اول ليسن من يونت 4 من المنهج الجديد. والدرس الاول من الوحده الرابعه دي يا شباب بيتكلم على الماتيريالز. ايه هي الماتيريالز؟ المواد الخام اللي كان الانشنت ايجيبشنز المصريين القدماء بيستخدموها في انشنت ايجيبت في مصر القديمه. طبعا كانوا بيستخدموا مواد خام كتيره جدا، وكانت اهم حاجه ان هي ناتشرال طبيعيه، عشان كده لحد النهارده موجوده وبنشوفها زي الاهرامات والمعابد وورق البردي وكل الحاجات دي لسه موجوده لحد النهارده. لحد كان كلها ناتشرال. فاهم كده يا شباب؟ طيب نبدا مع كان عندنا بقى المصريين كلها بيستخدموا ايه؟ كانوا بيستخدموا الجولد والجرانيت والبابايرس وزي ما احنا قلنا اللينين. هنروح بقى مع بعض كل واحده من دول كانوا بيستخدموها في ايه والاستخدام بتاعها وكانوا بيعملوا ايه فيها ازاي. يلا بينا مع بعض على البورد مع اول حاجه عندنا lesson 1 الدرس الاول من يونت 4 لجريد 6 واللي بيتكلم على materials المواد الخام فين؟ في ancient Egypt في مصر القديمة، واكيد في مصر القديمة يبقى مين اللي كان بيستخدمها؟ المصريين القدماء الانشنت ايجيبشن. طيب احنا عندنا مواد خام كتير يا شباب، وصفها بقى ان المواد الخام دي كانت ايه؟ كانت ناتشرال، كانت طبيعية، وفي نفس الوقت سترونج قوية جدا، فكانت في الوقت ده يوسفول مفيدة بالنسبة لهم، وقدروا يعملوا بقى حاجات كتيرة جدا. يبقى ده وصف الماتيريالز اللي كان الانشنت ايجيبشنز Egyptians المصريين القدماء بيستخدموها في مصر القديمة. طيب ايه هي بقى المواد الخام دي يا شباب؟ نبدأ مع بعض مع اول حاجة هنتكلم على الستون، الحجارة. طبعا الحجارة دي يا شباب كانوا بيستخدموها عشان يعملوا حاجتين، عشان يعملوا منها البيراميدز الاهرامات، وكانوا بيعملوا منها ايه؟ التمبلز المعابد، وطبعا التومز والتومز اللي هي المقابر برضه. كانوا بيعملوا منها البيراميدز والتمبلز والتومز. طيب كان عندهم حجر تاني من الحجاره دي اسمه الجرانيت. الجرانيت ده بقى كانوا بيعملوا بيه يا شباب؟ كانوا بيعملوا منه كيرفد ستاتشوز، كانوا بينحتوا منه التماثيل الجرانيت. يبقى ده اول ماده خام معايا وهي الستون، كانوا بيعملوا منها البيراميدز تمبلز تومز، وبالذات الجرانيت كانوا بيعملوا منه كارفد ستاتشوز، كانوا بينحتوا منه التماثيل. بقى كده يا شباب عندنا الماده الخام اللي بعد كده الا وهي اللينين، الكتان. وزي ما قلنا الكتان ده ميد فروم، بيبقى مصنوع من ايه؟ من نبات الكتان وهو اسمه فلاكس. طيب نبات اللينين اللينين ده قماش الكتان كانوا بيستخدموه في حاجتين، كانوا بيلبسوه كل يوم في حياتهم الدنيا، wore every day، كانوا بيلبسوه كل يوم، ده اللبس بتاعهم يا شباب في حياتهم. وكانوا بعد ما المتوفى يموت كانوا بيحنطوه، بيلفوا بيه الجثه المحنطه، كانوا بيعملوا راب مامز، بيلفوا بيه المومياوات. خلاص كده يا شباب؟ ده بالنسبه لاستخدام اللينين، كانوا بيستخدموه وور افري داي، وكانوا بيعملوا راب للمامز. طب بعد كده هنتكلم على الجزء اللي بعد كده، قلنا ستون لينين، هنتكلم على الكلاي، الصلصال. الصلصال ده يا شباب كانوا بيستخدموه في حاجات كتيره جدا، كانوا بيستخدموه بيعملوا منه الجارز والبوتس والبريكس، وكانوا بيعملوا منه برضه small statues تماثيل صغيرة، واهم حاجة كانوا بيعملوا منها الاميولتس التعويذات. وطبعا كان عندهم اعتقاد ان الاميولت دي بتعمل لهم ايه؟ بروتكت، كانت بالنسبه لهم هي رمز الحمايه، البروتكشن. خلاص كده؟ ده بالنسبه للكلاي كانوا بيعملوا منه الجارز والبوتس والبريكس والسمول ستاتشوز. عندنا برضو الماده الخام اللي بعد كده يا شباب هنتكلم على، قلنا جرانيت، ستون، لينين، كلاي، الجولد. الجولد بقى يا شباب الذهب مع الكالرفول ستونز، الاحجار الملونه، كانوا بيستخدموها في ايه بقى الاثنين؟ عشان يعملوا منها ميد جولري، عشان يعملوا منها المجوهرات. خلاص كده؟ طب عندنا البابايرس. طبعا البابايرس ده كان بيستخدم ليه يا شباب؟ بابايرس كان بيستخدم فور رايدن في الكتابه، وطبعا اللي كان بيكتب الكلام ده اللي هو الكاتب اللي بيسجل في الاحداث. ده بالنسبه يا شباب للماتيريالز، المواد الخام اللي كانوا بيستخدمها المصريين القدماء، وقلنا هي كانت ايه؟ كانت ناتشرال وسترونج ويوسفول. عشان كده اول حاجه قلنا الستون، البيراميدز، التمبلز، التومز، الجرانيت كارفد ستاتشوز،
اللينن كانوا بيعملوا منها بيجيبوه من الفلاكس وبيعملوا وور every day and wrap the mummies. الكلاي كانوا بيعملوا منه جارز pots twigs small statues والاميولتس، وكان بالنسبه لهم الاميولتس رمز ايه؟ البروتكشن. وقلنا بعد كده الجولد والكالرفول ستون كانوا بيعملوا منها الجولري، واخر حاجه البابارز كانوا بيعملوا منه ايه؟ بيستخدموه فور رايدنج. ده كان بالنسبه لاول درس lesson 1 من يونت 4 واللي بيتكلم على الماتيريالز in ancient Egypt.